في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت اول روبوت ليا بدون اي خبرة في الروبوتس او في الهندسة، وهوريكم ازاي حولت الروبوت من مانيوال لاوتوماتيك. خليني احكي لكم القصة بدأت معايا ازاي. انا كنت عايز اتعلم روبوتكس واعمل حاجات بايدي واصنع حاجات، بس انا ما عنديش خبرة في الكلام ده، لا انا مهندس ولا ليا خبرة في الالكترونيات. بس انا ده مجال كنت حابه جدا وكنت عايز اتعلمه، وكنت عايز ان دي تبقى هوايتي، ان اعمل حاجات بايدي، ويا سلام لو الحاجات دي بتتحرك قدامي وبعرف اتحكم فيها. فقلت ابدا الطريق بحاجه سهله، فجبت الروبوت ده روبوت مانوال بيشتغل بالهيدروليك، بيجي في قطع صغيره كتير وانت بتجمع. الروبوت ده فيه قطع كتيره جدا صغيره، فيلا نبدا نركبه. انا عملت غلطه كبيره جدا ان انا فكيت كل القطع من مكانها الاول، بس اكتشفت ان في الكتالوج القطع كانت مترقمة، فده خلى ان الاقي القطع الصغيرة اصعب بكتير. واول حاجة بدأت بتركيبها هي القطعة دي، ودي تعتبر زي صوابع الروبوت اللي بيمسك بيه. وانا بركب الروبوت عايز احكي لكم عن قصتي وانا صغير مع الالكترونيات والحاجات دي. كنت بحب جدا العربيات اللي بالريموت كنترول، مش عشان اللعبة نفسها، انا كنت بلعب باللعبة شوية وبعدين بعد كده بفكها واطلع الموتور من جوه. كنت بحس بإنجاز كبير لما أطلع الموتور وأوصله البطارية وشغله. كنت بحس إن أنا عبقري، ويعني عملت حاجة ما حدش عملها قبل كده، على الرغم إن أنا ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط ولا الإلكترونيات اللي جوه دي بتشتغل إزاي. بس فكرة إن أنا أقعد أتفرج على الموتور بس وهو بيلف، كانت حاجة جميلة جدا، وما كانش فيه لعبة بتعمر معايا، هي بتقعد شوية وبعدين بتتفك. وعدت الأيام وزي ما انتوا عارفين محدش بيشتغل في المجال اللي هو عايزه، فما جاتليش فرصة ان اطور من الاهتمام والهواية دي وانا صغير، ولا حتى اشتغل فيها وانا كبير. بمناسبة الحاجات اللي ما بتعمرش معايا، ده العمود اللي المفروض بيلف دراع الروبوت وانا بطلعه من مكانه كسرته، بس زي اي حاجة بتتكسر حلها شوية لزق وركب تاني في مكانه كويس. من كام سنة جاتلي فرصة ان اتعلم برمجة، وساعتها حسيت بمتعة انك تعمل حاجة انت اللي صممتها وتعملها بايدك، حتى لو ده برنامج على الكمبيوتر، بس حاجة تبذل فيها مجهود وتفكر فيها وتصممها وبعدين تشتغل بالطريقة اللي انت عايزها، ده احساس جميل جدا. انا قلت اخد الموضوع للخطوة اللي بعد كده وابدأ اعمل حاجات بايدي، ويا سلام لو الحاجات دي إلكترونية وفيها جزء برمجة وجزء بتصنع حاجات وجزء بتصمم حاجات. فقلت أتعلم المجال ده وأبدأ أعمل حاجات وأشارككم اللي أنا بتعلم. على ما وصلت للحتة دي كنت تعبت من كمية المسامير، فاستخدمت الآلة المفضلة عندي اللي بستخدمها في حل كل مشاكلي. بعد ما ركبت القاعدة اللي بيركب فيها كل حاجة، والقاعدة المدورة اللي بيركب عليها دراع الروبوت وبيلف عليها، لقيت العمود اللي بيلف الروبوت غير ان هو مكسور كمان كان متني، فالحركة بتاعته ما كانتش ناعمة. بعد كده بدأت أركب الأنابيب، وهنا بركب القطعة اللي بتتحكم في صوابع الروبوت وبتخليه يمسك ويفك. الروبوت ده بيشتغل بنظام الهيدروليكس، يعني لو وصلنا أنبوبتين فيهم سائل بخرطوم وضغطنا على واحدة منهم، الحركة هتتنقل من الأنبوبة دي للأنبوبة التانية. وده نظام منتشر جدا تقريبا في كل حاجة صناعية، وفي الأوناش وفي الرافعات وفي الحفارات. ده شكل الروبوت بعد ما خلص وركبته، صراحة شكله جميل واللعب بيه حلو، ودي آخر مرة هنشوفه بالطريقة دي لأني هبوظ شكله تماما، فخلونا نلعب بيه شوية قبل ما ده يحصل. الدراعات البرتقاني وابيض ديت هي اللي بتتحكم في الدراع، كل واحدة بتتحكم في أنبوبة من الأنابيب، وبالتالي مفصل من المفاصل بتاعة الروبوت.
أنا قلت أجرب أشوف هيعرف مثلا يشيل حاجة زي الإزازة دي، وفعلا عرف يشيلها. وبصراحة اللعب بيه ممتع. الهدف بقى إن احنا نحول الروبوت ده من مانيوال لأوتوماتيك بيشتغل بمواتير ونتحكم فيه عن بعد. أول فكرة جت في بالي إن أنا أستخدم موتور سيرفو. موتور السيرفو دوت بيلف 180 درجة، وبنقدر نتحكم في مكان الدراع بيروح منين لفين. قلت أنا ممكن أثبته في الحتة البرتقاني دي، بحيث إن هو لما يلف. تاني اقتراح إن أنا كان ممكن أثبته في القطعة السوداء اللي راكبة في القطعة البرتقاني. كانت مشكلتي إني مش عارف أركبه فين بالظبط ولا إزاي. علشان أوريكم الموتور ده بيشتغل إزاي، أنا عملت له توصيلة سريعة ممكن أتحكم فيه عن طريق الريموت ده، وبكده أقدر أتحكم في مكان دراع الموتور بيتحرك منين لفين. بعد ما دورت شوية لقيت إن أنا ممكن أفتح له مكان في البلاستيك من تحت، وأركبه في الحتة دي وأثبته بمسامير في البلاستيك. افتكرت إنها هتكون فكرة حلوة وإن إحنا هنعرف نتحكم في مكانه كويس، بس هوريكم اللي حصل كمان شوية. أنا علمت المكان اللي هقطع فيه، وقبل ما أبدأ أهم حاجة السيفتي. بعد ما قطعت مكان لأول موتور، الحماسة خدتني وقررت أعمل الخمسة الباقيين، ودي كانت غلطة كبيرة لأن ده اللي حصل. هو في مشكلة ان الموتور دوت طلع اضعف من ان هو يشغل المضخة ديت ان هو يحركها، فحتى لما نيجي نحاول الموتور بيعمل كده، القوة بتاعته اضعف من ان هو يحرك ديت. المشكلة إن أنا كان المفروض أعمل التجربة دي قبل ما أقص مكان للست مواتير في القطعة البلاستيك، لأن كده بوظت القطعة الأصلية ومش هعرف أركبها تاني زي ما كانت. صدق سلخت قبل ما اذبح. كان الحل إن أنا أستخدم موتور أقوى. ده الموتور القديم وده الموتور الجديد. طبعا في فرق كبير في الحجم. الموتور الصغير قوته 1.5 كيلو جرام عند 1 سنتي. الموتور الكبير قوته 15 كيلو جرام عند 1 سنتي، يعني أقوى 10 مرات. فده المفروض يعرف يحرك الدراع بسهولة. بس أنا محتاج أعمل تصميم جديد للآلية اللي هخلي الموتور يزق بيها الكباس جوه الأنبوبة. وده التصور اللي جه في بالي، إن أركب ترس في الموتور وأغير شكل الكباس إنه يبقى ترس. لما الموتور يلف الكباس يتحرك قدام وورا. أول خطوة عملتها إني عملت فيها مهندس وقعدت أخد المقاسات كل حاجة بدقة وكتبتها. دي خطوة مهمة جدا لأن أي غلطة صغيرة في المقاسات هتفرق في التصميم اللي أنا هعمله، ممكن تعمل لي مشاكل بعد كده. وفعلا بسبب غلطات في المقاسات وأخد القياس حصلت شوية مشاكل صغيرة. وبعدين رحت لبرنامج الكاد عشان أعمل التصميم. برامج الكاد دي اللي كل المهندسين عارفينها، دي اللي بتستخدم في عمل التصاميم والتصاميم ثلاثية الأبعاد. المشكلة إن دي أول مرة أستخدم فيها برنامج كاد. أنا بصراحة كنت مستصعب الموضوع في الأول ومش عارف هعمل إيه ولا أبدأ منين. كنت شايف إن الموضوع كبير، بس بعد ما اتفرجت على شوية فيديوهات على اليوتيوب ومحاولة واحدة بواحدة عرفت الأساسيات وعرفت أوصل لشكل حاجة مقبولة ممكن تشتغل. بعد كده رحنا على 3D printer. دي بقى ليا فيها كلام كتير بس مش دلوقتي. ودي كانت أول عينة اختبار أطلعها. زي ما انتم شايفين كده الموتور متثبت فوق الأنبوبة، والمفروض لما الموتور يلف هيزق الترس جوه الأنبوبة، ولما يلف الناحية التانية هيسحب الأنبوبة لبره. طبعا ما اشتغلش من أول عينة اختبار، الموضوع خد كذا محاولة فاشلة قبل ما أقدر أوصل للأبعاد المظبوطة في القطعة دي.
هنا استخدمت القطع القصدير دي علشان أثبت الموتور فيها. هي المفروض بتخش في البلاستيك بمكنة اللحام، وبعدين المسمار بيخش فيها. بس اكتشفت بعد كده إن دي ما كانتش أحسن طريقة، لأن المسمار ما كانش بيخش كويس، والأحسن إن الواحد يستخدم المسمار مباشرة في البلاستيك. المهم بعد محاولات طويلة عرفت أثبت الموتور ووصلته بالروبوت، وجه ميعاد الحقيقة نشوف هيشتغل ولا لأ. اشتغل اهو. ده كان رد فعلي لما شفت الدراع بيتحرك قدامي بسبب تصميم أنا عرفت أعمله بدون خبرة. صحيح خد مني وقت ومجهود، بس إحساس إن الحاجة اللي الواحد بيعملها بتشتغل في الآخر إحساس جميل جدا. دلوقتي أنا محتاج أعمل الموضوع ده 5 مرات كمان بس. استعنا على الشقة بالله. واحدة من المشاكل اللي كان لازم أشوف لها حل هو إزاي هلف دراع الروبوت. الآلية الأصلية إن إحنا بنلف الحتة دي، ودي بتلف العمود اللي تحت، والآخر العمود فيه ترس تاني بيلف الدراع. اللي أنا فكرت فيه إن أنا ممكن أستخدم موتور اسمه ستيبر موتور، أو موتور الخطوات أو الموتور الخطوي. هو من اسمه موتور بيلف في خطوات، وبنعرف نتحكم في عدد اللفات اللي بيلفها. أنا فكرت أستخدم نفس الآلية الأساسية، بس بدل مانيوال يكون بالموتور، لأن القاعدة اللي دراع الروبوت راكب عليها صغيرة على حجم الموتور، وأنا ما كنتش عايز أعمل تصميم جديد للقاعدة ديت يشيل الموتور. علشان أشوف الفكرة دي بتشتغل ولا لأ، أخدت الترس من القطعة الأصلية اللي بتشتغل بالإيد وقصيته وركبته على الموتور، وعملت القطعة اللي هيبقى فيها العمود لوحدها على ال 3D printer كاختبار في الأول. كفكرة شغالة، بس كان في مشاكل كتير واجهتها في إني أعرف أظبط مكان الموتور فين بالظبط وارتفاعه فين. بعد كده بدأت بتصميم القاعدة الأساسية اللي هيركب فيها كل حاجة. أخدت مني وقت ومجهود كبير بصراحة علشان أعرف أصممها على الكاد، وبعد كده عملتها على ال 3D printer. وهنا عايز أكلمكم شوية على ال 3D printer أو الطباعة الثلاثية الأبعاد. إحساس إن الواحد يتخيل حاجة وبعدين يعمل التصميم بتاعها، وبعدين يعرف يعملها في بيته في خلال فترة تعتبر قصيرة، ده إحساس جميل جدا. الواحد فعلا بيحس إن هو عرف يصنع حاجة بإيده. غير كده انت ممكن تعمل أي أشكال انت عايزها تستخدمها في حاجات كتير. فبصراحة من أكتر الحاجات الممتعة والمفيدة اللي جربتها في الفترة اللي فاتت، وأنصح أي حد لو مهتم بالحاجات دي إنه يجيب لنفسه 3D printer. أول نسخة عملتها من القاعدة كانت محتاجة شوية تظبيط عشان بعض المقاسات ما كانتش مظبوطة. أول حاجة ركبتها هي الآلية اللي المفروض تلف دراع الروبوت، ودي أول تجربة ليها. كمبدأ اشتغلت، بس ما كانتش عجباني قوي لأن الموتور ما كانش ثابت كويس على القاعدة اللي أنا عملتها، والعمود ما كانش بيلف مستريح في مكانه، فكان كل شوية بيقف. العواميد دي ما كانتش ثابتة، فشلتها وعملت بدلها القطعة دي أركب فيها الموتور. معرفش ازاي ما فكرتش فيها في الأول، بس بصراحة كانت أسهل بكتير وأحسن بكتير. وبعد كذا محاولة لتثبيت الترس في الموتور اكتشفت إن أحسن طريقة إن أنا أستخدم الشمع. أنا هنا بسخن عمود الموتور علشان الشمع ما يمسكش عليه على طول وأعرف أدخل الترس، وبعدين دخلت الترس في المكان اللي أنا عايزه وثبت كويس. الخطوة اللي بعد كده كانت تركيب باقي الأنابيب وباقي المواتير في القاعدة دي كانت فيها مشاكل كتير قوي. أول مشكلة إني عملت المكان اللي بتخش فيه الأنابيب على قدها بالظبط، فكانت بتخش بالعافية، فاضطريت إني أوسعها شوية. تاني غلطة إن عملت العواميد اللي الأنبوبة بتركب عليها على ارتفاع مختلف، فده برضو خلى الأنبوبة مش مستريحة في مكانها ومعوجة.
تالت غلطة وأكبر غلطة إن المفروض وأنا بختار الطباعة بتاعة القطعة الحتة اللي بتركب فيها المواتير أخلي الكثافة بتاعتها أعلى عشان تبقى أقوى وتقدر تستحمل المواتير. بس بسبب غلطة وأنا بعمل الكلام ده اتطبعت بالكثافة الأقل، فكانت القطعة دي ضعيفة جدا وبتتحرك بسهولة وبتتكسر بسهولة جدا. خلينا أكلمكم شوية عن الإلكترونيات وإزاي هنتحكم في الروبوت ده. أول حاجة احنا عندنا ال5 مواتير السيرفو اللي بتحرك المضخات. بعد كده عندنا الموتور الخطوي أو الستيبر موتور، ده هنوصله بحاجة اسمها ستيبر موتور درايفر. دي قطعة شريحة إلكترونية كده بتتحكم في الموتور. علشان نعرف نتحكم في الكلام ده كله ونبرمجه هنستخدم حاجة اسمها الأردوينو، وديت مايكرو كنترولر أو بمعنى آخر حاجة زي كمبيوتر صغير بنعرف نبرمجه. فهنوصل كل الحاجات بيه، وعلشان نوصل مواتير السيرفو للكنترولر هنستخدم قطعة إلكترونية كده في النص بتنقل الإشارة من الأردوينو للمواتير. أنا عايز أقدر أتحكم في الروبوت دوت عن طريق البلوتوث، فاستخدمت الشريحة الإلكترونية دي عبارة عن شريحة بلوتوث بتعرف تستقبل إشارات البلوتوث وتنقلها للأردوينو، بحيث إن أنا أعرف أبرمج الأردوينو إنها تقرأ الإشارات دي وتحولها لتعليمات للمواتير عشان المواتير تتحرك. بعد كده عايزين نوصل كل ده لمصدر كهرباء، فهنستخدم بطارية 12 فولت. الفولت ده عامل زي ضغط الكهرباء، ف12 فولت ده ضغط كبير على القطعة الإلكترونية مش هتستحمله، فمحتاجين نقلله ل5 فولت عن طريق محول إلكتروني علشان يقلل لنا الفولت من 12 ل5. وانت بتتفرج على تركيب الروبوت خليني اقولك انا اخترت البطارية للروبوت ده ازاي. عشان اجاوب على السؤال ده لازم اعرف ايه المكونات اللي عندي وايه الكهرباء اللي القطعة دي محتاجاها. انا عندي 3 مجموعات اساسية، عندي الالكترونيات وعندي 5 مواتير سيرفو وموتور الخطوات. الالكترونيات تقريبا بتحتاج 5 فولت، موتور السيرفو الواحد بيحتاج من 4.7 لحد 6 فولت. بس مشكلة المواتير دي انها بتسحب كهرباء كتيرة. كمية الكهرباء بتتقاس بحاجة اسمها امبير، حاجة كده زي لتر المية. فالموتور ده لما بيبقى تحت ضغط ممكن يسحب لحد 3 امبير، واحنا عندنا 5 مواتير فممكن ال5 مع بعض يسحبوا 15 امبير كهرباء، يعني زي 15 لتر كهرباء. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ فلازم البطارية اللي هستخدمها تعرف تكفي الاحتياج ده. تالت قطعة هي موتور الخطوات، وده بيحتاج 12 فولت. فانا كده محتاج بطارية تعرف تدي 12 فولت وده ضغط الكهرباء، و15 امبير على الاقل وده كمية الكهرباء. كان قدامي كذا اختيار. اول حاجة البطاريات اللي احنا عارفينها، البطاريات دي كانت اضعف من انها تشغل القطعة دي كلها. تاني اختيار هي بطارية اسمها الليثيوم بوليمر، ودي تعرف تكفي الاحتياجات دي كلها، بس مشكلة البطارية دي انها كبيرة في الحجم. تاني حاجة انها غير مستقرة، فالتعامل معاها لازم يبقى بحذر لانها ممكن تنفجر. تالت اختيار وده اللي انا رحت له هي البطارية دي اللي اسمها الليثيوم ايون. دي بطارية بتتشحن، الواحدة منهم ممكن تدي 3.7 فولت، فلو استخدمت 3 يبقى قرب ال 12 فولت، والواحدة منهم ممكن تدي لحد 20 امبير، وده اكتر من اللي انا محتاجه. بس حتى مع البطاريات دي لما جيت اشغل الروبوت اكتشفت ان هو بيخلص البطاريات دي بسرعة جدا. الناس اللي بتعمل تصميمات والمهندسين دول ناس عباقرة بصراحة. يعني فكرة ان الواحد يعمل تصميم لحاجة بدون سابقة قبلها، يعني يعرف يتصور حاجة كده من دماغه، دي حاجة محتاجة مخ شغال كويس. هنا مثلا انا كنت محتاج اركب كل القطع الالكترونية دي في المساحة المتوفرة عندي، كان لازم اقعد افكر احطها فين وازاي اثبتها، فاضطريت ان اعمل لها فتحات في البلاستيك واركبها بمسك. انا كنت فاكر ان موضوع اللحام ده حاجة سهلة، فهنا انا بحاول الحم وصلات قطعة البلوتوث. الموضوع طلع اصعب مما كنت اتخيل، لان مهاراتي في اللحام تكون شبه معدومة، بس بعد محاولات كذا مرة عرفت اوصل. المشكلة بسبب ان انا عملت قطع لحام كتير، انا ما كنتش واثق في وصلاتي، وكنت مقلق ان انا عامل شورت في الدايرة، فده ممكن يخلي البطاريات تولع اول ما شغله. ده غير ان انا على ما وصلت المرحلة دي كنت تعبت وجبت اخري، فاستخدمت شريط لحام عشان اثبت باقي الحاجات. علشان كده كنت مقلق من اللي هيحصل
اشتغل. كنت مبسوط جدا ان انا وصلت للمرحلة ديت، واني شفت الروبوت بيشتغل قدامي، وان الحاجات بتلف بدون ما تحصل مشاكل، وخصوصا مشاكل في الوصلات ومشاكل في الكهرباء. بس للأسف فرحتي ما طولتش. خليني اشرح لكم انا وصلت لهنا ازاي. اولا دي تروس بتلف في مكانها، بس واحد منهم بيلف مش راكب كويس وعمال يلف على الفاضي، والتاني مش عارف يزق الكباس لجوه. اللي حصل ان انا بعد ما ركبت كل المواتير في مكانها وعملت الوصلات بتاعتها، فاكرين المشكلة اللي كنت قلت عليها بسبب الغلطة في الطباعة؟ بسبب ان المكان اللي بيركب فيه الموتور كان ضعيف، ده كان بيخلي الموتور يتحرك من مكانه. تاني حاجة الترس بتاع الأنبوبة ما كانش في مكانه كويس وبيتحرك. تالت حاجة ان انا كان عندي مشكلة في توصيل التروس نفسها في الموتور، لاني ما كنتش متأكد من ايه احسن طريقة هوصل بيها الترس على الموتور. بمناسبة التروس، انا عشان المشروع ده اتعلمت عنها حاجات كتيرة. انا ما كنتش فاكر ان التروس حاجة معقدة كده بصراحة، كنت فاكرها حاجة سهلة، يعني هي دايرة اللي المفروض يتعرف فيها نسبة التروس لبعضيها. دي عارف انها حاجة مهمة، بس ايه تاني ممكن يكون مهم؟ قطر الدايرة مثلا. بس اكتشفت ان الموضوع اكبر من كده بشوية، والدليل كمية التفاصيل اللي في الصورة دي مثلا. المهم انها في الاخر ما اشتغلتش بسبب الغلطات اللي كانت موجودة في القعدة، فما كانش قدامي غير حل واحد بس، ان اعمل قعدة تانية واعيد تركيب كل الحاجات من اول وجديد. ده شكل الروبوت النهائي بعد ما خلص. الروبوت ده بنتحكم فيه عن طريق البلوتوث بابليكيشن على الموبايل. هو أول ما بيشتغل بيحرك كل المواتير عشان يظبطهم كلهم في النص، علشان يتأكد إن كل حاجة شغالة كويس. وطبعا زي أي حاجة الروبوت اشتغل من أول مرة بدون أي مشاكل. كانت في مشكلة إن العمود اللي بيلف الروبوت متني، فبيخرج من مكانه، فحطيت له القطعة دي علشان يثبت في مكانه، ومن ساعتها بقى بيلف كويس، على الأقل في اتجاه واحد. ده من أحد استخدامات الروبوت، إنك ممكن تلعب بيه مكعبات. معرفش ليه ممكن واحد يعمل حاجة زي كده، بس بصراحة ممتعة جدا إن الواحد يجرب يلعب بيه بالطريقة دي. صحيح الموضوع خد مني ربع ساعة علشان أحط الأربع مكعبات فوق بعض، بس ده بسبب مهاراتي غير الموجودة في استخدام الروبوت. تاني حاجة لأني غلطت وأنا بعمل له البرمجة، عكست كل الزراير، ففوق بقى تحت وتحت فوق، يمين شمال وشمال يمين. بس في النهاية مع شوية مساعدة بسيطة شلتها في الإيديت، عرفت أحط الأربع مكعبات فوق بعض. الروبوت ده مش للعب بس، ده مفيد جدا وليه استخدامات كتيرة. يعني مثلا ممكن يساعدك في الطبخ، لو انت عايز تظبط مقادير حاجة معينة هو ممكن يظبطها لك بالملي. او لو ايدك مشغولة في حاجة تانية ومش عايز تبهدل ايدك، هو ممكن يعمل لك الفطار.
ممكن برضو نرتب بيه البيت، يعني أنبوبة الصمغ ديت ما كانتش في مكانها، فخدتها من هنا حطيتها هنا بدون أي مجهود ولا تعب.